الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع يهم الشعب المصري كله. الأمن الغذائي للشعب المصري في خطر كبير. محصول القمح اللي قدامنا اللي الدولة المصرية زرع منه ملايين الأفدنة هذا الموسم، السنة دي الحكومة سعرته ب 1500 جنيه للأردب، وده أعلى سعر في تاريخ الزراعة المصرية. والسعر ده يا جماعة هيكون مجزي للفلاح. الفدان لما يجيب له 18 أردب متوسط في 1500 جنيه، نحسبها على طول تعمل لنا حوالي 27,000 جنيه للفدان. الفدان بيصرف. العيشة غالية، ما عندناش مشكلة في أي حاجة، في غلا كبير في البلد ما بننكرش، لكن المصيبة الكبرى إن التجار أعداء الوطن وأعداء الشعب المصري بياخدوا محصول القمح وبيدشوه للمواشي. الشعب المصري بيستورد القمح، والمصريين بياخدوا القمح يدشوه علف للمواشي وفي مزارع الأسماك. الدولة المصرية لازم تقف وقفة كبيرة وتضرب بيد من حديد على أعداء الوطن وأعداء المصريين. الأراضي زي ما احنا شايفين مساحات كبيرة من القمح تكفي لسد نسبة كبيرة من العجز في الشعب المصري. كل سنة بنستورد ملايين الأطنان من القمح. السنة دي مش هنستورد كتير، هنستورد برضه بس مش كتير. ومع التوسعات الجديدة في الصحراء الغربية والزراعة القمح والنهر الصناعي العظيم اللي بتأسسه الدولة المصرية، هنقدر نقضي على الاستيراد من الخارج. الدولة المصرية لازم تقف وقفة كبيرة وتضرب بيد من حديد لأعداء الوطن. احنا يا جماعة في مشاكل كبيرة بتحيط بالشعب المصري. السودان وما أدراك ما السودان، وأزمات السودان، ولجوء ملايين السودانيين إلى مصر. احنا هنعمل ايه ولا ايه؟ الدولة المصرية يا جماعة هتعمل ايه ولا ايه؟ أزمة أوكرانيا بنعاني منها، جات لنا أزمة السودان، زرعنا الأراضي وما شاء الله الإنتاج يعني يسر العين ويشرح القلب. بيجي أعداء الوطن والدين دلوقتي وبيشتروا القمح من الفلاح أغلى من الدولة 300 جنيه في الأردب، والفلاح غلبان لا حول له ولا قوة، بيبيع على طول وبياخدوه يدشوه للمواشي وعلف للأسماك. وفي النهاية ده عملية لتجويع الشعب المصري. ربنا يسترها علينا كلنا. والدولة المصرية وزير الزراعة وزير التموين لازم يتحركوا ولازم يضربوا بيد من حديد على المصريين. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله نقدر نعدي كل الأزمات ونقدر نبنيها ونعليها ونخليها قد الدنيا. شكرا لحضراتكم.